عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متابعين قناة خميسة تيفي. سلام الله عليكم. كيف ما كيعرف الجميع اليوم كانت المحاكمة ديال الفنان المغربي سعد المجرد. انطلقت صباح يوم الاثنين في باريس أطوار محاكمة الفنان المغربي سعد المجرد الذي يتابع منذ سنة 2016 بتهمة اغتصاب وتعنيف شابة فرنسية داخل أحد الفنادق ليلة إحيائه سهرة فنية كبرى. وكشف مصدر داخلي خاص أن الفنان سعد المجرد قال خلال مثوله أمام القاضي إنه انتظر 7 سنوات لكي يستطيع الحديث عن الحالة التي سببت له ولأحبابه الضرر ولجميع محبيه سواء من داخل المغرب أو خارج المغرب أو متابعيه عبر السوشيال ميديا، خاصة الفنانين أصدقائه، مشيرا إلى أنه عانى في السنوات الأخيرة من تداعيات هذه المشكلة من ضغوطات كبيرة وصلت إلى حد الاكتئاب، لكنه حاول محاربتها وعدم الاستسلام، خاصة بعد قضاء 7 أشهر داخل أسوار السجن في باريس عاصمة فرنسا وشهورا طويلة مقيدا بالسوار الإلكتروني. وتابع الفنان نجم البوب المغربي سعد المجرد ابن الفنان المغربي الكبير بشير عبده والممثلة القديرة زرقراقي بأنه خلال السنوات الأخيرة حاول الحفاظ على مسيرته الفنية رغم منعه من ممارسة مهنته لمدة 3 سنوات تقريبا بسبب القضية، قبل أن يمنحه القاضي الإذن بمواصلة الإنتاج الأغاني على يوتيوب لكسب قوته منها، مضيفا أن هذه الوسيلة تعتبر حاليا المدخول المادي الوحيد له ويكسب منها إلى حدود 15,000 يورو شهريا، يعني تقريبا 16-15 مليون سنتيم مغربي يسدد بها نفقات عيشه بباريس. وأردف المجرد خلال حديثه أنه يختار الحب والعلاقات العاطفية كموضوع أساسي لأغنياته، ويحرص بشكل دائم على التعبير عن موقف المرأة بشكل إيجابي من خلال إطلالتها وإبراز جمالها وأناقتها في أعماله. وذات المصدر ذاته أن أبرز ما حدث أن زوجة سعد المجرد غيث العلاقي بدورها أدلت بتصريحات للمحكمة حيث كشفتها أن هذا الأخير سعد تقدم لخطبتها خلال تواجده في السجن احتياطي، مضيفا أنه شخص محب كما يعرفه جميع المغاربة وحنون للغاية، وكان دائما يستمع لعائلته ومعربة عن اقتناعها الكبير بأن الشخص الذي تعرفه لسنوات طويلة وعاشت معه لا يمكن القيام بالأفعال التي تهم بها، كما أكد لنا مقربوه خاصة والديه الفنانين القديرين وجميع أصدقائه من الفنانة. كما أبرزت غيثة زوجة سعد مجرد في حديثها أن شريك حياتها دائما ما يكون شخصا محترما جدا تجاه النساء، وكانت لديه صديقات لكنها لم تسمع عن أي مشكلة له مع النساء ولم يقلل الاحترام معها. وتابع المصدر نفسه بأن غيث العلاقي قالت إن زوجها كان أحيانا يتعاطى المخدرات وتكون على علم بذلك، مضيفة أنها تعلم أنه بريء وقد استمعت لروايته في الموضوع وهي مقتنعة تماما بكلامه وبأنه لم يرتكب الأفعال المنسوبة إليه. كما قال سعد المجرد أثناء المحاكمة، كما اعترف بأنه بخلال القضية الاغتصاب التي وقعت سنة 2016 كانت معه الفتاة كيف ما تنقولوا بمحض إرادتها، وأنه اعترف داخل المحكمة بتناول الشراب وكذلك تعاطي الكوكايين، لكنه أكد بأنه يتناول هذه المواد في المناسبات وعند اللحظات الاحتفالية فقط، هو ماشي مدمن غير كيحاول ملي كتكون شي مناسبة. المجرد قال إن تعاطي الكوكايين ليلة وقوع الاعتداء مفترض، لكنه نفى في الوقت ذاته إقدامه على الاعتداء على الفتاة أو اغتصابها، مشيرا أن الخطأ الوحيد الذي وقع فيه هو محاولة التغطية على الأمر خوفا من الفضيحة، وبأنه لا يوجد أي دليل على الاتهامات التي وجهت له. كما كان المغني مرفوقا بزوجته غيثة التي قدمت أيضا شهادتها، وبذلك قد يواجه سعد مجرد في حالة إدانته بالتهم الموجهة له 20 سنة من عمره في السجن، وهذا ما لا نتمناه، ما قد يدمر مشواره الفني بشكل كامل، خصوصا وأنه أشار إلى السنوات الماضية تسببت له بأضرار كبيرة وكلفته خسائر شخصية وفنية أثرت عليه نفسيا.
بدورنا نحن نتمنى بأن يفك أسره، وأن يأخذ القانون مجراه، وأن ينصفه برغم العلاقات المتوترة مع فرنسا بين الرباط وباريس. أتمنى ألا تكون عائقا في هذا المشكل الكبير الذي قد يدمر مشواره الفني وكشخص، أو كما نقول هذه ضريبة الشهرة. ونطلب منه أن يفك أسره، وننتظر خلال الأيام القادمة ماذا سيحكم القاضي، خاصة كما أشرنا سابقا وكما أشارت المحكمة بأن 5 أيام ستكون كفيلة بإعطاء الحكم النهائي، يعني يوم الجمعة هو آخر يوم، وسيعلن القاضي ماذا سيفعل. إذا كان مدان قد تصل العقوبة ل20 سنة سجنا، وإذا كان بريء ضروري سيكون تعويض. وكما نقول الخير فيما اختاره الله، وقلوب المغاربة مع سعد، وإن شاء الله ربي يدير ليه تا هو ديال الخير، ونحن معك قلبا وقالبا. وانتظرونا في جديد إن شاء الله، من خلال معطيات أخرى حول نجم البوب المغربي العالمي سعد مجرد.